راح واغمى عليه هناك. يا سيدي قوم يا سيدي قوم، ما حدش فايق لك، يغمى عليك ازاي؟ بيقول لك يا اسلام انت ما رحتش ليه؟ ده انا كنت هتحشي سفنج لو رحت. بس وده كان شكل كروان وعروسته في النهايه. هم اتبهدلوا اكتر من كده كمان، وهربوهم من المطبخ، ويعني حاجه كانت مأساة، يعني داخل خناقه مش داخل يتجوز، والفرح باظ. وهو قال لك بقى انا جايب بادي جاردات، وبادي جاردات مين اللي تقدر على الكلام ده يا باشا؟ فرحي باظ وعربيتي ولعت وملحقتش اتحنى باي حاجه. يا عيني يا ابني، والله صعب عليا بجد والله العظيم. وبعدين عربيته ولعت دي، رموا شمروخ جوه العربيه. يعني ليه يا اخوان؟ ليه يا اخوانا؟ ليه عمل ايه هو؟ تليفوناتنا كلها ضاعت واتبهدلت. هتقولي يا اسلام اصل هو كان عامل الفرح ترند. ماشي، هو اللي هيشيل شيلته في الاخر. خلي بالكوا كروان غلبان، هو فعلا غلبان. احنا بقى على قد الهزار والتهريج وكده، بس هو الواد غلبان فعلا. حتى كريم صاحبه امبارح كان بيقول هو مش ما يعرفش يتصرف لا المنظر كان صعب قوي امبارح. معلش يا كروانتي، انا عارف ان انت كنت عازمني حبيبي، معلش يعني ان شاء الله تتعوض وتعمل فرح تاني. طبعا كان في ناس فرحانه امبارح، مش هنقول هم مين، بس هم فرحانين ان الفرح باظ. معلش تتعوض، انتوا لسه صغيرين وان شاء الله تتعوض. وكان نفسي الحدث الكوني يكمل عدل واتفرج.